في الفيديو ده هنزين القطع بالفينيل. طبعا القطع اتلونت واتدهنت 3 طبقات من الورنيش، فاضل بقى ان احنا نحط لها الفينيل. يعني ايه فينيل؟ الفينيل ده بيكون زي الستيكر، وهو اللي معايا ده كده. ده مكتوب عليه اللهم بارك هذا البيت، وبيكون فيه غير الجمل دي بيكون فيه اسماء او رسومات او اشكال تانية كتير، وبتكون بمقاسات مختلفة. المقاس اللي معايا ده اللي هو A5، وبيكون فيه مقاس A4 او A3، وممكن كمان يكون بالمتر حسب ما انتوا عايزين الحجم. وكمان بتختاروا الجمل أو الأشكال أو الأسماء اللي بتكون عليه، علشان لو هتعملوا توزيعات بأسماء معينة. وبيكون في منه ألوان، بس أشهر لونين هما الذهبي والفضي. هنفصل بقى بالمقص الجمل عن بعض كده، وهقص الزيادة اللي حوالين الجمل. بعد كده بنشيل الجزء الشفاف اللي على الجملة ده بالراحة كده، وهنلزقها في المكان اللي احنا عايزين نحطها فيه. والزقوها بالراحة علشان ما يكونش فيها أي هوا ويبوظ الجملة. بعد ما لزقتها كده همشي عليها بصباعي لبره كده علشان تتلزق كويس، ولو فيها أي هوا يطلع منها. بعد ما نتأكد بقى إنها اتلزقت كويس، هنشيل بالراحة الجزء الشفاف ده. وبقت بالشكل ده كده. وكمان لما تعملوه بأسماء معينة بدل الجمل هيكون مميز أكتر. والجمل والأسماء دي ممكن تتلزق على أي حاجة زي المباخر برضو، مش بس كوسترات، هي ممكن تتلزق على أي مكان انت حابة تلزقيها فيه. هلزق بقى الجملة على الكوستر التاني بنفس الطريقة. بعد ما لزقت الجمل علشان نثبتهم أكتر، هجيب ورنيش متخفف بمية، وبالفرشة هدهن طبقة ورنيش كده على الجملة اللي لزقناها علشان تثبتها أكتر. وهعمل نفس الخطوة في الكوسترين، هدهن طبقة ورنيش ولما تنشف هدهنها طبقة كمان. وبس كده نكون خلصنا. هحط الفازة على الكوستر وكده الطقم بقى جاهز. والكوستر الأسود ده هحطه على حامل كديكور لوحده. دي حوامل بلاستيك بيكون في منها مقاسين صغير وكبير. اللي معايا ده المقاس الصغير، وده بيكون باكت فيه 12 مع بعض. وبيكون في منه اللون الشفاف ده واللون الأسود. بيتفتح بالشكل ده كده، وهنحط الكوستر عليه. وده كده شكل الكوستر وهو محطوط عليه بيبقى بالشكل ده. وبس كده خلصنا. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو أتمنى تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير.